عودة الدوري الأمتع والأجمل والأحسن. في واحد اهلاوي ورا الكاميرا يعني مش طايق والله ولا أنا والله حاجة. سمع علينا يعني. بداية ازيك يا جديدة، محمد؟ عامل ايه؟ بداية جديدة هنبدأ فيها في موسم يعني كروي جديد مع أول 3 نقط والفوز على البنك الأهلي الحمد لله. الحمد لله. والبداية يعني نأمل إن شاء الله تكون بقى خير. عايزك قبل ما يعني أنا عارف هنبدأ دلوقتي ونتكلم في كل حاجة، عايزك أول حاجة تفهم معضلة الدوري للناس عشان ممكن مثلا ما يبقى حد لا مش يا فاهم. عم اكيد كله فاهم لا برضه قول يا ابني. معاك نستفيد. هو اكيد كله فاهم الموضوع يعني. بس هو الفكره كلها ان السنه دي عشان ايه عايزين يرجعوا الدوري يتلعب في ميعاده الطبيعي، ان احنا ما نخلصش في اغسطس وكده اللي هو بتبقى الدوري. ويخلوا اللعبة تروح شوية. بالظبط. بس هو كمان خلي بالك النظام ده هيبقى الموسم ده واللي بعده مش الموسم ده ده بس. كويس جدا. الفكره كلها ان الدوري عاجبني عامة النظام ده جدا، بس كمل واحكي بقى. ليه قول لي ليه برضو عاجبك يعني. بس الأول أعرف الدوري تفاصيل. 18 فرقه عادي يعني. تمام، انت هتلعب دور واحد، هتلعب كل فريق يلعب 17 ماتش. بعد كده بيترتب الفرق من الاول للتاسع، دول بيلعبوا على البطوله. ومن العاشر لل 18 دول على المراكز يعني بقيه المراكز لحد الهبوط. تمام. الفكره كلها ان انت بتصعد بنقطك، يعني بعد اول 17 ماتش ده مثلا نفترض الفريق الاول مثلا خلينا نقول بيراميدز، ما نقولش لا زمالك ولا اهلي مع 40 نقطه. الثاني الزمالك ان شاء الله 39، الثالث الاهلي 20 مثلا، فاهم؟ بهزر فاهم. فهو انت بتصعد بالنقط دي، يعني انت بتصعد بالنقط دي. بعد كده بتلعب بقى ايه، التسعه بيلعبوا بعض، كل واحد بيلعب 8 ماتشات، فتوتال الماتشات اللي بتلعبها كلها 25 ماتش. تمام. فانت كده وفرت 9 اسابيع لان الدوري كان 34 اسبوع، فاهم؟ بس فهي الفكره هيصعد بنقطه. هيصعد بنقطه وكل يعني ال3 نقط اللي خدناها من البنك الاهلي دول اللي هنصعد بيه، فاهم؟ يعني الفكره كلها مش ان انت تطلع من التسعه الاوائل وخلاص فاطلع التاسع عادي، لا انت هتصعد بنقطك. فهتلعب بقى مع التسعه ده، تلعب مع الثمانيه دول، هتلعب كل واحد بقى يلعب 8 ماتشات. تمام. وفي حاجه كمان السنه دي هيهبط فرقتين بس مش 3 دي برضه. طيب. فاهم. بس لان هم السنه الجايه تقريبا عايزين يخلوا، يعني احنا خلي بالك انت لما تصعد هتبقى تسع فرق وتسع فرق، ففي فرقه هتبقى كل اسبوع باي لان احنا عدد فردي. ايوه فاهم. فهم مش عايزين ده يتكرر السنه الجايه، عشان كده هيهبطوا تيمين بس السنه الجايه. انا بقى عجباني ليه؟ لان انا عاجبني النظام ده ليه؟ اولا ان احنا ماتشات اقل بصراحه، دي حاجه انا شايفها حاجه كويسه. ثانيا ان انت يعني الدنيا تحسها ايه اللي هو ايه، كل ماتش بطوله يعني بجد، اللي هو انت لازم تكسب، لازم تكسب ضغط. فانا بشوف الزمالك لما النفس الطويل دي مع اللعيبه عدديا المراكز والنقص ده، انت هتحس ان انت ايه يعني ممكن تفقد نقط يعني ممكن على ان احنا مصلحتنا كده. بص انا عامه دايما في مصر انا بفضل الدوري القصير. انا اول ما وعيت على الكوره كان الدوري 14 فرقه، كان 13 ماتش دورين كل 26 اسبوع. تمام. بعد كده زودوه خلوه بقى 30 اسبوع. بعد كده لقينا بيزيد اكتر بقى، وصل في موسم لعبنا 38 اسبوع زي الدوري الانجليزي، فاهم؟ كنا 20 فرقه. بعد كده رجع 18. فانا شايف افضل حاجه للدوري ماكسيمم ان هو يبقى 16 فرقه 30 اسبوع، ده ماكسيمم في الدوري في مصر. ايوه بالظبط. وبعدين بصراحه نفسي يريحوا شويه اللعيبه على طول. وكمان خلي بالك انت يعني تداخل قوي اللعيبه العقود والحاجات دي. انت مثلا احنا عندنا في موسم اللي بن شرقي مشي فيه ده مشي قبل ما الموسم يخلص. انت بيحصل لخبطه كتيره قوي في موضوع اللعيبه والصفقات في مصر بسبب الموضوع ده. طيب نخش بقى على جوميز والراجل ده بيعمله معانا. طبعا قبل ما معركتين الاهلي اللي حصلوا في السوبر دي كانت الجماهير مع يعني جزء منها كتير كان في انشقاق، يعني تقدر تقول كده اللي هو تحس ايه، في ناس تقول لك والله جوميز ده مدرب يعني اي كلام، ده كده كده اي حاجه وخلاص وبنلعب راجل هيمشي ويمشي احسن ومش عارف ايه ونجيب مدرب تاني. كان في كتير يوم من الصراحه من القطاع كده، في حتى ناس كانت بتهاجمه عشان هو ليه اراء معينه في الصفقات وبتاع وبيأولوه كلام. في كمان اخبار كانت طالعه ان هو كده، وهل الاخبار صح ولا لا محدش عارف. هو مش عايزها بالظبط. وكان في ضغط كبير عليه جدا، يعني اللي هو انت فاهم الفكره دي. انا بصراحه يعني كنت دايما مع جوميز، يعني بصراحه شايف ان هو مدرب بصراحه يعني كويس جدا. ليه؟
لان هو راجل بيحاول يعني يحاول يخليك تسيطر على الماتشات، يخليك تلعب كوره، لكن الميزه الاهم ان هو ما بيحاولش يعمل افكار خزعبليه مش مستحيله على ارض الواقع. يعني هتلاقي مثلا ايه يقول لك اوزيريو، صح تقريبا، سوريو يقول لك انا عايز لعيب مدافع بيلعب رجله الشمال الشمال. وحارس لا في مرمى. الاول كان اتسال كان عايز حارس مرمى، بس قالوا له ما ينفعش اه يجيب ما حارس بقول اجنبي. حارس اجنبي يلعب برجله، وعايز الباك شمال يضم لجوه ويلعب انفيرتد فول باك يا عم يا عم احنا اصلا اللعيبه حافظه ادوارها يعني. ما هو فتوح لما طلع مع ابراهيم فايق كان قال لابراهيم فايق انا رحت قلت له في مره احنا مش السيتي، يعني بيقول لك انا رحت مره قلت له احنا مش السيتي. وهاجم بقى فاهم بكل الفرقه وضغط عكسي. ماشي، ما الحاجات دي نقدر نطبقها بس بالراحه، يعني فاهم، اللي هو بالراحه بهدوء نطبق كل حاجه، نتقدم خطوه خطوه. فالراجل ده ماشينا كده وبيطبق افكار يعني محترمه وواقعيه في نفس الوقت، وتخليك فعلا ماسك كوره. واثبت الكلام ده، الراجل ده اثبت نجاحه بشكل كبير جدا الماتشات اللي فاتت كلها، مع الماتشات اللي هي رسميه، سواء قدام اقوى من وجهه نظري اقوى سكواد في مصر اللي هو بيراميدز، قدام الاهلي معاه فرقتين تقريبا لعبهم بنقص عددي، واثبت ان الراجل ده ايه كفاءه عاليه. انما بنك الاهلي نفسه حتى نازل الماتش يعني في رايي ايه اهم افكاره سريعا بقى نتكلم في. انا طبعا لسه الدوري لسه بنبدا واول ماتش وكل حاجه، لكن واضح ان افكاره واضحه. ايه هي؟ ان هو عايز يمسك كوره. طب يمسك كوره ازاي؟ هو بيطبق الموضوع ده ازاي؟ وجود عمر فرج، ووجود وجود ناصر ماهر، ووجود عبد الله السعيد، لعيبه بتساعد جدا في امتلاكك للكوره، كذلك زيزو. طيب ده ممكن يكون مثلا اللي هو يعني كلام العام، اللي هو انت مثلا طب ما عندك لعيبه كويره حاططهم في مراكزهم، ايه المشكله؟ عبد الله السعيد بيعرف يلعب كوره طبعا، لعيب غير عادي، فاهمنا؟ لو لعبه في كل كوره لمسه واحده بين الملعب تحت اي ضغط بيكسر اي 3 لعيبه في كوره بيكسرهم في لمسه واحده، ده حصل كتير جدا في الماتش. لكن الراجل ده بيحاول دايما ان هو يعمل حاجه، اللي هو فكره البناء من الجهه اللي عكس زيزو. يعني عكس زيزو بيحب دايما ان هو يبني الكرة هناك، يخلي الملعب ده تقريبا شبه ناحيه الشمال. بعد كده زيزو ليه بيعمل كده؟ عشان يخلي زيزو لاعب حر. انت زيزو اختار تيجي على الجبهه دي فجاه تعمل اوفر رود الناحيه الثانيه، يعني تبقى زي عامل زياده عدديه على الناحيه الشمال، تتحرك هناك، بعدين تيجي فجاه تحول كمهاجم. فانا طبعا زيزو هو اهم لاعب في الفرقه بكل ارقاما وكل حاجه، لعيب السوبر ستار بتاع الفرقه، فهو عايزه دايما يتحط في مواقف صعبه جدا على اي منافس، فهو اغلبيه الوقت بيبني ناحيه الشمال. طيب الماتش اللي فات طبعا مع عدم وجود شلبي، مع وجود كونراد، ليه بدا بحمدي؟ يعني مثلا في ناس مثلا بتتكلم ان هو ليه ما هل مثلا عشان كونراد لعب وحش في ماتش الاهلي، ولا طب ليه اداله الشوط الثاني؟ طالما هو شايف ان هو وحش ليه نزله الشوط الثاني؟ هو بيجرب وخلاص ولا لا؟ هي دي مش حقيقه. هو كان داخل الماتش بفكره معينه، اللي هو عايز يبني كوره ويلعب كوره على الارض بنفس الطريقه، ويحاول يمسك كوره اللعيبه بتقابل الكوره من الناحيه الشمال، وزيزو يتحرك بنفس الفكره بتاعته. لكن حمدي هو اللاعب اللي يقدر تبني عليه، لكن كونراد مش اللعيب اللي زي ما هنشوف في الشوط الثاني نزل بقى هو اللعيب الابعد عن الكوره، ودي هنتكلم فيها برضو تاني. ودي فكره من افكار برضو وجود عمر فرج. بمعنى ايه؟ عمر فرج من اللعيب مهاجمين اللي هم يعني ده اتكلمنا عنه في الحلقه اللي قبل لو تفتكر، ايوه طبعا السوبر فاكر. الافريقي اللي هو انت قلت ان هو بيبقى مميز جدا في بناء اللعب، وان هو ممكن يبقى يلعب تحت المهاجم بالظبط مميز، وفعلا بان ان هو دي قوته يعني. بان ان هو قوي، ان هو كان بيلعب كتير، وفي كرة عملها لناصر ماهر اللي شاطها كانت حلوه قوي. بالظبط هتكلم هو دي بالظبط اللي هي الكورتين دول. في كوره كمان قبلها عملها لزيزو وراح بيها جري محمد عبد الغني ضربه بالظبط، ودي وشاطها فاهم. زيزو كان بره كده. دي في كوره زيزو شاطها، وفي كوره ثانيه محمد عبد الغني ضربه. فالراجل ده نازل برضو للفكره نفسها، اللي هو فكره امتلاك الكوره. في ناس بتتكلم ان ده مش ده مهاجم الزمالك، لا هو في انت عندك نوعيات معينه الراجل بيستخدمهم صح، هي دي الفكره ان هو عارف استخدامهم صح. طب معنى ايه؟ عمر فرج زي ما بقول لك بينزل الكوره، حمدي تقدر تلعب عليه نوعا ما، لان هو لعيب نوعا ما يعني انت محتاجه ان هو يحط الكوره تحت رجله ويبدا يعمل باص مع زمايله وبتاع، ويبدا تبني من تحضر من ناحيته عادي مش هيضرك. هو مش ده مكانه ومش دي احسن حاجه ليه، بس انت ده اللي يعني ما تقدرش تعمل حاجه ثانيه، انت لو مكانه ما فيش اجنحه ثانيه معاك، فهو بيتصرف باللي في ايده صح. الشوط الثاني ليه بدا او نزل
كونراد ميشيلاك، وليه نزل ونزل منسي، ناصر منسي. ليه عمل كده؟ لانه انت في حاجه مهمه، البنك الاهلي كان بيلعب ميديم بلوك، بمعنى ايه؟ بيبقى قبلك من على حدود نص الملعب وسايبك تبني براحتك جدا. ايه المشكله اللي كانت بتقابل الزمالك في الماتش ده جدا؟ هو مش عارف يخلق فرص. ليه؟ لان كل اللعيبه دي نازله للكوره، يعني انت عندك كل الناس دي كلها بتتحرك للكوره، ف كل الناس نازله للكوره ومحدش بيشد الخط ده عشان يسيب لك المساحه دي تبني فيها. يعني المساحه اللي ما بين الخط الثاني والاخير للاهلي للبنك الاهلي، اللي هو ما بين الدفاع وما بين خط الوسط، المساحه دي انت عايز تفضيها عشان اللعيبه دي تبدا تستلم، تعمل المثلثات دي وتطلع بالكره تبدا تخلق فرص على المرمى. الحكايه دي مش موجوده. ليه مش موجوده؟ لان هو مش خايف من حد في ظهره. المدافع بتاع البنك الاهلي طالع معاك عادي، يعني مفيش حد بيلعب في ظهره. عمر بينزل، كله بينزل، كله راح للكوره، كله راح، حتى زيزو كله راح للكوره، محدش بيتحرك ورا الدفاع. طب عمل ايه؟ نزل، قال لك خلاص انا مش كونراد مش لك انت، وانزل يمين وانا برضو هبني من ناحيه الشمال. طبعا باك ليفت البنك الاهلي ده فظيع، مش فاكر نسي اسمه، يعقوب فظيع، لعيب فظيع غير عادي يعني بصراحه. فاهم؟ فقال لك انا هبني برضو من ناحيه شمال، كونراد انت دايما بتهاجمني المساحه، انت بتتحرك ابعد للكوره، فانا اللعيبه هنا بتحضر، انا عايزك تجري لي دايما ورا الدفاع. وكان ده بيحصل كتير قوي، بيشد الدفاع لورا. كذلك منسي انت يا باشا مش عايزك تبقى انفولفد قوي في الهجمه، انا ممكن اطلع عليك بكور طويله، فانا عايزك تكسب لي الالتحامات بتاعت الكور الطويله وتنزلها لي على الارض عادي، عشان ابدا ان انا اخلي الفريق ده يتشد لورا، يعني اتشد الدفاع ده لورا. وهتلاقي ان مثلا فرصه الفرص بتاعت الزمالك، فرصه الهدف الثاني نفسه بالظبط، الجون الثاني بالظبط ضرب الدفاع. بس هتلاقي ليه ضرب الدفاع؟ هتلاقي المساحه زادت جدا على وسط ما بين اللي هو الديفندر بتاع البنك الاهلي، عشان المفروض يطلع يقابل ناصر ماهر، يطلع يقابله، ما قابلوش. ليه؟ لان المساحه دي كبرت جدا عليه، لان الزمالك قاعد يلعب سواء كور طويله او سواء يلعب يخلي يكون راضي يتحرك ورا الدفاع، فبقى يشد. فالحته دي فاضت مع المجهود، مع الوقت بتاع الماتش، والفريق ده لسه اول ماتش ليه في السيزون، فالراجل ده اتخلق له مساحه، لعب الكوره طبعا جاب. فدي النقط اللي انا بتكلم فيها ايجابيه. لازم يعني اختم بس في الحته دي ختام اخير كده، عايزين هديك ابصيلك تتكلم بقى عن، مش عارف انت هتتكلم عن المشاكل نتكلم ايه. فالحاجه اللي عايز اتكلم فيها ان احنا كجماهير لازم ان احنا ندرك ان اللعيبه دي اللي معانا، يعني اللعيبه دي اللي هتبقى معانا، ما تحاولش من اول تستنى لهم الهفوه قبل النجاح، لا حاول تبص على ايجابياته وتشوف الراجل ازاي بيحاول يستخدمهم، لان هم مهمين جدا للفرق. كل لاعب، يعني حتى اي لاعب انت متضايق منه، اي لاعب زعلان منه، اي لاعب نفسك ان هو يبقى اتحسن، ادعمه، لان هو ده اول ماتش ولسه هيبدا، وان شاء الله كونراد هيبقى كويس ومفيد للفرقه، مش هيبقى لعيب اللي هو عادي. وعمر فرج هيبقى مهاجم، هيبقى في ال 18 ان شاء الله كويس جدا. يحاول بس يخرج مركزه شويه من بره الحته اللي هي، يعني هو دايما ساعات بيطلع بره ال 18 ويحاول يطلع الوينجات، ما يحاولش يعمل كده، يحاول يغير شويه ان هو لما يعمل لينك اب بلايز مع زيزو او ناصر او كده، يحاول يتحرك يكمل معاهم في الصندوق، ما يطلعش لبره. الحاجات اللي زي كده يحاول كونراد يبقى افضل، يعني يحاول كونراد ان انت يبقى اجريسيف شويه واللعيبه تلعب معاه شويه. يعني بحس ان هو الصراحه ساعات هو مش بيعمل الرن بتاعته او الجاريه بتاعته عشان اللعيبه مش مدياله فرصه. ايوه يعني بحس كده، ان اللعيبه لسه ما اتعودتش عليه قوي، يعني مش عايز اقول محدش بيبصيله، بس انا بحس ان هو لسه مش متعاونين مع بعض او مفيش تفاهم. هو بالظبط تحس ساعات بيجري اللي هو ايه، انا هجري ولا لا، طب هيديهاني، طب فاهم، فبيجري بحذر كده، مش بيجري عارف انت اللي هو الجاريه الكامله يعني، فاهم. ايوه بس فانا ده كده نهايتي. خش بقى قول لنا المشاكل عشان نعالجها ازاي ان شاء الله، يعني نكمل. بص مبدئيا كده، يعني انا كده بحب جوميز جدا، وانا اتمنى ان هو يجدد، يعني اتمنى ان هو كده يجدد. بس انا في حاجات، يعني في مشكله عند جوميز، يعني مش عايز اقول بتضايقني، ولا انا شايف انها مشكله اللي هو لازم يعالجها. ايه هي؟ انا زي ما قلت لك قبل كده برضو، قبل الحلقه الماتش السوبر وكده، لما اتكلمنا قلت لك ان جوميز مختلف عن فيريرا شويه في ان هو بيحب دايما يدافع بالكوره، انا بحب دايما ابقى ماسك كوره، تمام. هو عنده مشكله بقى ايه؟ ان هو في اوقات تمركز الفرقه اثناء ما انت ماسك كوره بيبقى غلط جدا. بمعنى ايه؟ ان انت ما ينفعش مثلا ابقى انا كسبان مثلا
او انا بلاعب الاهلي مثلا ماتش نهائي، فاهم، ومتعادل والماتش رايح لضربات جزاء، ابقى مثلا عندي 8 لعيبه في نص ملعب الاهلي في الوقت ده، مثلا دقيقه 80، فاهم، الماتش في اخر 10 دقايق. انا بشوف الكلام ده ان جوميز عنده مشكله، ان هو لازم تعرف ازاي تدوس فرامل. في اوقات لازم تدوس فرامل، لازم الفرقه افضل ماسك كوره وكده، بس تبقى ماسك كوره في نص ملعبك، تبقى ماسك كوره بعدد معين وسايب ورا لعيبه تامنك، تمام. لكن جوميز عنده مشكله ان انا بحس ما بياخدش باله من النقطه دي خالص، فاهم. فدي حاجه انا شايف انها خسرتنا حاجات، فاهم، وكانت ممكن تخسرنا حاجات اكتر، فاهم. فانا معايا بعض الصور كده عايزه اعرضها وايه، وابين لك منها من خلالها وجهه نظر اكتر. اول صوره معانا هنا، بص يا احمد، هنا ده ماتش السوبر الافريقي. بص لو ركزت الدقيقه كام، الدقيقه هنا 79 او 80، يعني احنا بنلعب في اخر 10 دقايق. بص في الكادر كام لاعب من الزمالك موجود، واحد اتنين تلاته 7 لعيبه. بص فين الصوره اللي بعدها على طول، بنلاقي ان اتعمل علينا هجمه مرتده، بقى قفشه تقريبا 1 على 1، كل لعيبتنا اتضربت. من حسن حظنا في الكره دي ان قفشه ما عرفش يعمل عليها كنترول كويس، فعمر جابر لحقه وقطعها. دي مثلا كوره ممكن تخسرك بطوله، دي كوره لو قفشه عمل عليها كنترول كويس، لو وسام ابو علي جريله في المساحه اللي قدامه دي، ممكن يلعب له كوره انفراد، خسرت الماتش. دي حاجه، دي مثلا، ده اللي قصدي بقى، دي وجهه نظر اللي انا عايزها ايه متفق اوضحها، معاك. فاهم. ان هو لازم في الاوقات دي، لا لازم في الاوقات دي ما تاخدش الريسك قوي كده، فاهم. لازم تبقى عارف ازاي تدوس فرامل، فاهم. صوره تانية بعدها، ده ماتش في كاس مصر. ده ماتش كان جوميز مش بيديره، بس طبعا هو فكر جوميز. الزمالك بيلعب طلائع الجيش وكسبانين 1-0، تمام. وبص برضو الدقيقه ناقص اقل من دقيقه والماتش يخلص، هتلاقي برضو كذا كام لاعب من الزمالك موجود في على حدود المنطقه. الكره اتشتتت، فاهم. الصوره اللي بعدها الكره اتشتتت، حسام عبد المجيد خسر الكره العاليه، بقى محمد حمدي زكي ومصطفى الزناري. طبعا محمد حمدي زكي سبقه، مصطفى الزناري ما عملش فاول مش عارف ليه، تقريبا كان فاكر ان جايزه اللعب النظيف لسه بتتعمل فعايز ياخدها. ما عملش فاول، جه فينا جون التعادل، الماتش راح لضربات جزاء وخرجنا من الكاس. دي برضو الصوره اللي بعدها، ده ماتش نهضه بركان. ماتش نهضه بركان كسبانين 1-0، وايه، الماتش خلاص، الدقيقه 100، دقيقه 10 من الوقت الضايع، الكره اتقطعت واتلعبت عاليه. دي الكره اللي حمزه المسلوسي اتعامل معاها بمنتهى الذكاء مع المهاجم بتاعه، فاهم، وعرف يلتحم الكرة دي صح. وقعت قلب. ودي لو مثلا المهاجم سبق وكده، احنا كنا في الاستاد ساعتها، كان زماننا مش قاعدين هنا دلوقتي. انا الكرة دي والله كنت بموت فيها. هو ده بالظبط يا احمد نفس اللي حصل في الجون الثاني للبنك الاهلي، فاهم. برضو معانا الصوره، الكوره اتلعبت، بقوا 2-1، وسام عبد المجيد مش غلطته طبعا، هيعمل ايه، بقى ياو انور على عواد، واتحسب علينا ضربه جزاء. ايوه انا عايز اتكلم برضو في النقطه دي، في حاجه في الكوره دي. لو تفتكر الكوره دي زيزو اتصاب فيها تقريبا. صافيه جاله شد. اللي جنني في الكوره دي زي ما انت بتقول كده، الحته اللي انت قلتها دي بالظبط، اللي هو فكره ان احنا بنتقدم كتير قوي. يعني انت دلوقتي يعني بنتايك، يعني انت دلوقتي شفت مثلا زيزو خرج، رايح تعمل اوفرلاب بسرعه شديده ليه، وهو ده اللعيب اللي كان قدامك ده وهو مصاب. الكوره طبعا لما اتقطعت هو كان بيحاول يعمل ريكفري سبيد ويرجع يرجع للكوره في الهجمه دي، طبعا ما لحقش يعني. واللي يجننك اكتر ان الماتش بقى الدقيقه 75 برضه، اللي هو انا بقول لك ده وقت حرج، ما لهاش لازمه، فاهم. وبعدين انت شايف عمر جابر كان عامل اوفرلاب فيه، يعني انت مش بس كده، انت شايف عمر جابر عامل اوفرلاب الناحيه الثانيه عشان كان من جبهته، انت كمان طلعت تعمل اوفرلاب دي، فاهم. فتردد على زي ما انت بتقول، الفرقه كلها طالعه واحد بس على موقف فاهم، موقف مستحيل يعني، فاهم. فهو مش تلحقه. فكانت كرة صعبه بصراحه يعني، صح. يعني هي دي فعلا مشكله يعني. ولكن يعني ده ما يمنعش ان انا بحب جوميز جدا، بس دي مشكلتي معاه بصراحه يعني. ننتقل بقى للنقطه التاليه، وهي الكلام عن اللاعب اللي انا فعلا يعني على قد ما انا كنت اتمنى ان هو يجي الزمالك، بس انا ما كنتش متوقع كده بصراحه، هو عبد الله السعيد. عايزك تكلمني شويه عن عبد الله واللي بيقدمه معانا. شوف الشقه جنبك عبد الله حرفيا. لا هو بجد يعني لعيب، لعيب هو يعني. انت مفيش يعني انا حاولت مثلا اتكلم عنه، طب هقول ايه يعني انا قلت مثلا اتكلم عنه وانا بفكر في هقول عنه حاجه في الحلقه، لان انا لازم اتكلم عنه، بس
هتقول ايه؟ فاهم يعني؟ انت تقعد تفكر بدماغك، لا لعيب متكامل يعني، انت عندك فعلا لعيب بيعمل لك كل حاجه في الملعب حرفيا. لعيب انت مطالب يلعب في الدور اللي هو بيلعب فيه، ان هو بناء اللعب من تحت، وان هو بيبقى يعتبر يعني 8 سلاش ديب لاينج بلاي، الشغل الديب لاينج بلاي ميكر اللي هو شغل صناعه اللعب الخلفيه، ما دي بشكل فوق العظمه. الفكره اللي مستغربها جدا ان هو مثلا ايه، تلاقي 3 ضاغطين عليه في كوره، خد بوش رجل الخارجي خد يا نصر الماء. عمر جابر زايد العب له كوره طويله جدا وصله عشان يرفع عرضيه والكوره دي تعدي، لكن الكوره دي كانت برضه كانت ممكن تيجي، وهكذا طول الماتش. طب اللعب السهل، انت يعني بتشوف لعيبه كتيره جدا حرت في الملعب يعني فاهم هو ما بيحرقش، هو عارف انت اللي هو الناس الواحد بيلعب بالشوكه والسكينه، بس كل لمسه وكل همسه صح. طيب لو الحاجه بقى الاهم من ده كله بشوفها برضو في عبد الله السعيد، الكوره مثلا يعني الكوره مثلا مع البنك الاهلي خلاص. ايوه دي النقطه اللي عايز اتكلم فيها. الكوره مع البنك الاهلي، اللعيبه بتاعت البنك الاهلي احنا بنضغط بيشتتها ولا مش عارف ايه، تلاقي هو متمركز بياخدها، هو مكان بيقطع صح وبيرجع يقطع مش ممكن. وتاكلينجز. انا مستغرب. انا عبد الله السعيد كنت نفسي يجي، بس انا كنت نفسي يجي عبد الله لان انا مقتنع ان كان هيفيدنا في حاجات ماتشات متعقربه، ينزل لك لعيب زي ده ممكن يخلص لك في كوره بالظبط. ثابته. توقعش انا ان هو ما كنتش اساسي اتوقع كده، ان عبد الله يبقى اساسي. ما شاء الله بيلعب 120 دقيقه، واحسن واحد في نص الملعب. يلعب 90 دقيقه في ماتش اهلي. فاهم؟ ماتش اهلي ده بيتطلب. بعدين عبد الله مش وقبلها بيلعب، لعب بيراميدز بيلعب معانا ديفندر تاني، فاهم؟ فاهم؟ ويعني ليه دور دفاع، مش بيلعب 10، فاهم؟ مش بيلعب لاعب نمره 10، يعني بيلعب ديفندر تاني. فانا مستغرب بصراحه. ماتش الاهلي اللي هو السوبر المصري اللي فات، في كوره في الاكسترا تايم قفشه كان رايح قدامه مساحه كبيره جدا، مش فاكر مين غلط باصه غلط، عبد الله رجع قطع الكوره في الدقيقه 118 تقريبا. ده لعيب ايوه فاكرها الكوره ده دي. لعيب عنده 39 سنه. انا بقول ما شاء الله، مش عايز احسده يعني، بس عبد الله لو حد ما يعرفوش مستحيل انه يقول اللعيب ده عنده 39 سنه، بالظبط. مستحيل. واحسن يعني احسن لعيب يعني، انت ما تقدر يعني، حتى ماتش البنك الاهلي هو احسن لاعب في الماتش من وجهه نظري يعني. يعني كرة سهلة مش عارف ازاي بس انا صراحة. ده عارفه عن عبد، يعني عبد الله كده كده انا كنت لا متوقع بس يلعب كل الدقايق دي ورا بعض. ايوه هو ده بقى اللي انا مستغربه. يعني بنفس الجوده يعني بنفس الجوده، كمية الدور اللي هو الدفاعي. ارحم عقولنا يا رجل. احنا مش يعني في حاجة كمان عايز اقولها لك يا احمد، قد ايه عبد الله بيبقى هو اللعيب اللي دايما الفرقة بتطلع عليه. في احصائية كده من كورة ستيتس كانت عاملانا ان المدافعين بتوع الزمالك باصوا كام باصة لعبد الله يعني قدام في ماتش البنك الاهلي. فتلاقي المسلوسي عمل لعبد الله السعيد 14 تمريره، ماشي، بنتايج عمل له 11 تمريره، حسام عبد المجيد وعمر جابر كل واحد فيهم هو مصدر ثقه، عمل له 9 مصدر تمريرات. الثقه اللي بتخرج ده اللعيب اللي هو ايه ده، انت خد خرجني بالكوره. في اخر الماتش حتى عبد الله ابتدى يلعب نمره 10، احنا مش عارفين نخرج بالكوره غير لما بينزل، ابتدى ينزل تاني. ففعلا ما شاء الله نمسك الخشب يعني، مش عايزين نحسده، بس يا ريت فعلا كان عبد الله جالنا بدري عن كده. وفعلا يعني اللي خلى الصفقه دي تتعثر كان عنده حق انه يعمل كده، لان عبد الله لو كان جه بدري وكان مع مثلا فرجاني وطارق حامد ثلاثي كان الموضوع هيفرق يعني كتير يعني. الحمد لله. انا مش متخيل ده مثلا مع فرق يعني، ده ايه ده انا هقعد بقى فاهم، انا اجيب بقى فاهم ميوزك فاهم، اقعد اتفرج على الماتش مش عايز معلق فاهم احنا اتفرج على فن غير عادي الصراحه. ما كانش في نصيب يعني الحمد لله. تخيل بقى هو مثلا بيلعب الكورات دي بن شرقي ولا مش يا نهار هو القطعه اللي كانت ناقصه في الفريق بدل اوباما هو عبد الله السعيد. بس مش عايزين الحمد لله لا ماشيين كويس الحمد لله. انا عايزك انا عايزك كلمني عن زياد كمال. انا قلت في الاول احنا مفيش لعيبه نهاجمها. انت فكرتني انا كنت انسى اتكلم يعني. انا قلت في الاول كلام وبتاع. لا الفقره دي انت هتزعق لي. لا بس استنى، بس انا في الاول قلت ايه حاجه، قلت بلاش نهاجم اللعيبه ومش عارف ايه وبتاع. بعد كده انت كل ماتش بتتريق عليه وبتنمر عليه. ايوه كل شويه اتكلم على زياد كمال ده وبتاع. انا بصراحه لا هو كل الناس بتتنمر عليه يعني. لا بس انا بصراحه انا جاي ادافع عنه يعني. انا عارف ان انت جاي هتتكلم عنه، بس انا فعلا عايزك تفهمني يعني انت شايفه ازاي. بس فاهم يعني انا مش بهاجمه ان هو كصفقه. انا شايف يعني الماتش الاخير اللي هو لعبه بصراحه اقول رايح قبل ما اتكلم.
هو لعب بصراحه، شايف ان هو لعب بسهوله تامه بشكل كويس، لعب السهل يعني ما مصعباش على نفسه، وكان بيباصي وبيلعب كوره كويسه، وفي كوره لعبها من لمسه اللي كانت لبنتايك، بنتايك لو شاطها كده طلعت بره، بس هي عمال قابلها من لمسه، لعب كام كوره كويسه يعني الصراحه. لكن يعني مستني اسمعك، لان هو بصراحه بص بلاقي صعوبه كامله ان انا ادعمه بكل امانه. زياد كمال اول ما جه الزمالك، انا مش هقول لك ان هو وصل لمرحله الابهار في ادائه، بس كان مبشر. انا بالنسبه لي كان مبشر. زياد كمال كان بيلعب نمره 8، كان بيلعب هو مثلا ينزل في الوقت دونجا ديفندر، دونجا هو الديفندر موجود، بيلعب مثلا هو بيبقى 8 وهو عبد الله او هو ناصر ماهر. الماتشات اللي شارك فيها كانش وحش، ما كانش وحش. انا مش بقول لك ان هو كان رهيب، بس ما كانش وحش. فاهم؟ في يا جماعه مشكله ان هو مش ديفندر، وهو حتى لو هتلعبه ديفندر ممكن تلعبه اللي هو زي ما بيقولوا دبل بيفوت مش سنجل بيفوت، يعني يلعب 2 ديفندرات جنب بعض بس. انما انت عايز كمان تلعبه لوحده، يعني هو احنا الخطه اللي احنا بنلعبها احنا بنلعب 4-3-3. فاهم؟ دونجا المفروض بس انت مش طالب منه يقطع لك كور ومش عارف، انت طالب منه يعمل السهل يلعب. لا، ما هو انت لما تيجي تستلم، اصل الديفندر ده تشافي كان بيقول لك حاجه مهمه جدا. كان في ناس بتقول لك ايه تشافي بيلعب ازاي، كانوا عاملين فيديو كده يقول لك هاو تشافي بلايز، يعني اللي هو بيلعب ازاي. كان ايه، كان دايما بيجيب لك اللقطات بتاعته ان تشافي وهو نازل يستلم وظهره للملعب، كان هو نازل بيبقى افيلبل للعيب، فاهم؟ يقوم باصص بظهره، بيصور الملعب في دماغه، اللي هو انا عارف انا اعمل ايه. اول حاجه بشوف ورايا جاي حد يضغط عليا ولا لا، فاهم؟ هباصي على طول او هضحك على اللي جاي يضغط عليا، لان لو ما فيش حد ضغط عليا ليه. فهنا الحاجات اللي انت طالبها من اللاعب اللي بيلعب ديفندر مختلفه تماما عن اللاعب اللي بيلعب نمره 8، مختلفه تماما في رايي. تمام؟ ده مركز حساس جدا في الملعب. تمام؟ هو ما عندوش القدرات دي، لما يضغط عليه في المركز ده مش هيعرف يتصرف. تمام؟ هو اللقطات اللي انا جايبها لك بقى، كل الماتشات بتاعته اما كان في المصري واما كان في انبي، على طول بيستلم وشه للجون، وشه للجون على طول، ما بيستلمش هو ظهره للملعب خالص. فانا شايف ان هو مظلوم بصراحه، هو مش هيلعب كويس وهيفضل وحش طول ما هو بيلعب ديفندر، لان هو ده مش مركزه. بس هو يعني برضه لو لعب حتى وشه للجون مش انا تمام. دلوقتي هو لما يبقى يلعب في حد حاميه ورا يعني. ماشي حتى لعب كده، انا بشوف ان هو بجد بطيء جدا، يعني عنده مشكله هو من وجهه نظري، وزنا وكده محتاج يتظبط، يعني هو بحس ان هو تقيل جدا يعني، فاهم؟ فلازم شويه ان هو ماشي، دي ممكن تكون مشكله وممكن تكون يعني في كوره في الماتش انا فاكرها في البنك الاهلي، اخد الكوره كده حاول يطلع يجري وبرضه طلع يجري برضه مش مركزه، بيلعب ديفندر برضه. لا كان في كوره كده على الطرف من الطرف انا فاكر، وقعد طلع يجري كده بيها، بعدين فقدها بسهوله قوي، فاهم يعني؟ مش عارف يعني مش عارف ادافع عنك مش عارف ادافع عنك. والله بص، انا يعني شايف كده، انا معايا بعض، بس هو انت شايف ان هو انا متفق معاك بصراحه، يعني الحته اللي انت قلتها دي انا وانا بتفرج عليه لازم تعمل ما ينفعش يلعب تحت الديفندر ضغط. ده اللي لازم لما يستلم الكوره بيعمل سكان للملعب. ايوه يعني انا بشوف دونجا بارع في شويه في الحته دي بصراحه، فهو لما بيبقى مستواه كويس بيبقى كويس جدا في ان هو يعني يقدر يحرك الكوره تحت ضغط، بيلعب بسهوله وبيعرف يتاقلم مع عبد الله السعيد جدا كمان فكره. انما زياد بحس يعني فعلا الحته انت قلتها دي ان هو ما يقدرش يلعب تحت ضغط خالص، ولما بيلعب تحت ضغط بيتوتر او بيتبرجل خالص يعني، وكمان هو لعيب قليل مش متفاهم مع اللي جنبه اصلا. هو لعيب مش خبره، يعني مش لعيب عنده خبره عشان يتعامل في المواقف دي. تمام؟ انا معايا بعض الصور اوضح لك منها اللي انا اقصده اكتر. بص هنا يا احمد، دي مثلا اول صوره معانا، دي اما كان زياد في المصري. تمام؟ هتلاقي هنا اي الكره مع المصري هو اللي ورا الحكم، ده زياد هو اللي ورا الحكم. هتلاقيه بص جاي ومتمركز في مكان انا هستلم وشي للجون، هيبقى عندي فرصه ان انا اشوط على الجون او ان انا ابقى بشكل خطوره على الجون. تمام؟ الصوره اللي بعدها الكوره جات له وشاطها وجابها جون، وعلى فكره جون حلو يعني. انا طبعا ما نقدرش نعرض فيديو، بس هو شايطها حلوه جدا على الارض وكانت قويه وجون حلو. فاهم؟ صوره تانية ده اما كان في انبي نفس الفكر، نفس اللقطه بالكربون اهو، متمركز ورا الحكم برضه على حدود المنطقه. تمام؟ وده طبعا كان في الزمالك، الجون ده كان فتره اوسوريو، وده الجون ده في الزمالك. فاكر الجون ده انا شفته، الكره شاطها وعملت ديفليكشن ودخل، بس ما كانتش شوطه حلوه، هي عملت ديفليكشن. فاهم؟ انا ببين لك فكره قوه اللعيب ده في ايه. اللعيب ده قوته ان هو يجي مواجه للمرمى.
مش عمره ما هيفيدك في مراحل متاخره من الملعب. تمام. لقطه ثالثه برضو، يعني انت في رايك معنى كلامك ان انت لو هنستخدمه يبقى مثلا عبد الله السعيد هو اللي واحد تحت شويه، وهو مثلا في مركز دونجا متقدم. موجود، ايه لازم دونجا موجود، لازم دونجا يبقى موجود. ليه؟ ما انا بقول لك هو ما يلعبش، هو دونجا يبقى وراه. فانا الصوره اللي جايه اوضح لك بيها اكتر، الصوره دي بس، او دونجا هو موجود، دونجا اخر واحد في الصوره في الزمالك، هو ده اللي انا قصدي عليه، ده الديفندر اللي موجود، فاهم؟ مش زياد كمال، الديفندر اللي حامي هو دونجا موجود. تمام. وزياد هنا عامل التحرك اهو، فاهم؟ وده زياد كمال اهو عامل التحرك، بيعمل الران اهو عشان ياخد مكان كويس لحامل الكوره، فاهم؟ وفعلا اتحرك والكره اتلعبت من مصطفى شلبي للجزيري. هتلاقي بص زياد كمال جاي عشان يواجه الكوره، بص التمركز كويس جدا، وجابها جون على فكره، بس الجون اتحسب اوفسايد، الحكم رجع عليه لاصل اللعبه، ده كان ماتش الاتحاد السنه اللي فاتت. اه فانا بقول لك هي دي، هو الولد مش وحش لو استخدمته، مش بقول لك ان هو مبهر، انا مش بقول لك ان هو هيبقى رهيب، فاهم؟ وعلى فكره انا مش بقول لك برضو ان هو يعني زياد كمال مش من اللعيبه اللي لو مشيت هتضايق قوي، فاهم؟ بس انا بقول لك ان الولد مش وحش قوي كده، ده رايي انه مش وحش قوي كده، فاهم؟ ممكن بقى نجيب لقطات من ماتش السوبر الاخير اللي هو بقى هو كان بيلعب ديفندر، عشان اوريك الفرق قد ايه في ان هو كان بيعاني قد ايه في الموضوع ده. اول حاجه هنا احمد، بص الصوره دي، الكره هنا مع حسام عبد المجيد، تمام؟ المفروض الديفندر يا احمد ان هو دوره ان هو يتمركز ويبقى متاح للمدافعين ان هو يستلم منهم الكوره، تمام؟ بص هنا زياد كمال جاي لحسام عبد المجيد، جاي له مقرب منه جدا، ده تمركز خاطئ تماما. يعني انت جاي في ناس ضغط عليك، انت المفروض تفتح مساحه ان هو يبصي لك فيها، لكن انت جاي تعمل ايه هنا؟ دي اول حاجه بقول لك، دي حاجه برضو غلط، فاهم؟ بقول لك مش عنده، فاهم؟ كرة تانية هنا، الكرة معاه عنده القدرة ان هو يباصي في قدامه حد متاح جدا ان هو يباصي له سهل، اتبرجل فيها واتحرك بيها كتير لحد ما بقى في الموقف ده واتقطعت منه، فاهم؟ فهو ده اللي انا بس عايز اوضحه، ان طول ما هو بيلعب في المركز ده هيبقى سيء جدا. بس ده باختصار شديد، واضح انك ما اقتنعتش، بس ده رأيي يعني. وانا مش ما اقتنعتش، وانا يعني فعلا محتاج اشوفه اكتر في الحته اللي انت بتقولها دي. بس هو يعني محتاج يكون، يعني اصل هو ماشي، ما هو حتى لو كده انا بصراحه مقتنع ان هو كمان لعيب يعني في رايي بطيء جدا. فهو حتى لو لعب في الطريقه دي ان هو يزيد ويبقى على حدود المنطقه عشان يصوب والحاجات دي، طب لو هي الكره بقى مثلا بقت عكسيه، بقت هجمه مرتده واتقطعت، وده اللي هيحصل في اغلب الوقت، يعني ما محتاجه ان هو يرجع ويقطع ويتعامل بدني او كده، او يقف صح في الكرات دي انه يعمل يضغط فيها. مش وعلى عارف، فكرة مش في حاسه الحاجات كده دي مش بصراحه. وحش، مش هو عارف، في مش الحاجات دي مش وحش، حاسه. بس هو ما ينفعش يكون هو اللعيب اللي بعد الدفاع على طول، هيبقى ايوه ينفع. دي كده متفق معاك فيها، دي كارثه دي. يعني دي هو ما ممكن بيشوفش على فكرة يعني بصراحة، يعني برضه هو تحسه وزنه زايد، ماشي، دي حاجة ممكن ماشي عندك حق فيها، بس أنا بتكلم عليه كلاعب، فاهم؟ كقدراته كلاعب عامة، لو اللعيب ده فت 100% هو مش هيفيدك في المركز ده رأيي. انا متفق معاك فيها جدا بصراحه. يعني كان هو يلعب في الحته دي مستحيل صراحه، بعد ما شفته ده كنت بتجنن اصلا في الماتش الاهلي ده. بالظبط، يعني كنت يعني كنت بموت فيه. أول نص هو اصلا ساعة اول ما خرج الدفاع كان الفرقه في ماتش اختلفت، اختلف، الأهلي أول تحول. نص ساعة كان ممكن ماتش اه 3-0 مثلا، يعني كمية الفرص اللي الأهلي عملها أول نص ساعة، اه فاهم؟ اما خرج مش هنقول ان الزمالك كان افضل، بس على الاقل الماتش الاهلي كان متكافئ بنسبه كبيره. متكافئ، والزمالك عمل فرص، فاهم؟ والاهلي حتى لو كان في فترات متفوق ما وصلش لمرحله الاكتساح بتاعت ايوه اول نص بالظبط ساعه، بالظبط. فاهم؟ بس دي نقطه زياد كمال. طيب قبل ما نروح لحته التحكيم دي والكلام الكلام قوله عن. خلينا بس عايز اقول حاجه سريعه بخصوص زيزو الماتشات الاخيره مستواه مش احسن حاجه، المجهود البدني هو الجري والكلام ده، ويعني عشان زيزو لعيب كبير فما تحسش انه وحش قوي، لكن ما تحسش ان ده زيزو اللي احنا عارفينه. طيب موضوع التجديد بتاعه ممكن يكون ده شاغل تفكيره، ان زيزو المفروض ان عقده هينتهي نهايه الموسم، يناير اصلا زيزو ممكن يمضي في اي حته، يعني في يناير زيزو ممكن يمضي، يحق له ان هو يمضي في اي حته، فلازم اداره الزمالك تتحرك في النقطه دي. انا مش يعني انا عارف بقولها لان مستنيين دي ايه حاجه من بصراحه. وجهه نظري،
انا بالنسبه لي موضوع زيزو ده هيبقى حاجه من الحاجات اللي انا حاططها كده هحكم بيها على اداره الزمالك. وانا برضه انا شايف ان بيع زيزو خيانه، بالظبط. لان انت كده كانك بتقول ان الزمالك ده نادي صغير. الزمالك مش النادي اللي هو انا لما ما يبقى عندي ازمه فبيع نجومي. الزمالك النادي دايما المفروض تبقى بتحافظ على نجومك وتزود عليهم نجوم عشان انت دايما لازم تنافس على بطوله. بالظبط. فاهم فكره اللي حصل في السنين الاخيره من المجلس اللي فات، فاهم اللي هو زرع فكره ان انا اي لعيب نجم عندي ابيعه عشان اجيب منه فلوس، فاهم؟ او اي لعيب عايز يحترف اسيبه يحترف. انت اصلا لو عندك لعيب عايز يحترف تقعده غصب عنه، فاهم؟ فكره انك تبيع نجومك زي ما حصل مع مصطفى محمد برضه، فاهم؟ دلوقتي كان هيحصل مع زيزو كذا مره بس الحمد لله ما حصلش، فاهم؟ دي من الحاجات اللي هنحكم منها على الاداره. لازم تحافظ على زيزو ولازم زيزو هو اللي يستمر. وبعدين في حاجه، انت قلت للجماهير انا اللعيبه الفلانيه اللي كانت كل الناس بتحلم بيها، قلت لهم صعب. قلت له اللعيبه دي طالبه زي بن شرقي وزي كذا. قلت له اللعيبه دي طالبه فلوس مستحيل على ادارتنا، واحنا معمولين في كميه مشاكل ومش عارف ايه. جميل. محدش خلاص، كله طالما انت كنت يعني خلاص دغري مع الجماهير وان انت موضح الحقيقه خلاص. لكن دي حاجه ما فيهاش يعني، انت ما ينفعش اصلا تقول لي دي بقى بره القدرات نادي الزمالك وبره الكلام اللي هو ايه، مع احترامي كلام في منتهى يعني اللي هو خيانه زي ما انت وصفتها حرفيا للجماهير وخيانه لكل حاجه الموسم ده والبطوله والزمالك نفسه. ان احنا نبقى دايما كده، ان احنا دايما لا انا هسيب بقى اللعيب بتاعي عشان اخد فلوس. هتعمل بيها ايه طيب؟ يعني انت هتعمل ايه؟ اديله يا عم عادي، هو يستحق، هو احسن لاعب في مصر. وبعدين انت يعني كواليتي اللي هتجيب عمرك ما هتجيب مش هيقرب ليه. وبعدين يعني بفلوسه حد هيبقى مش هيبقى زي ولا يا اخي ولا جربناه كتير يعني. مالك ماشي وفي لعيبه لازم تكسر البادجت عشان يعني في لعيبه وتكسر وتخلي وتصعبها على نفسك فيها وتتقشف عليها سنه. لو هي هتوصلك للمرحله دي اعمل كده. لو انت مش هتجيب لي لعيبه مثلا معينه ببادجت عالي مثلا في الانتقالات اللي جايه بس هتحافظ لي على زيزو ده، انا موافق. حافظ على اللعيبه زي كده، لعيبه عمل ارضيه. لما كنا بنتكلم على بن شرقي ان احنا نفسنا يرجع ليه، لان انت عندك ده لعيب نجح عندك بالزبط. انت مش لسه هتجيب لعيب تاني مش عارف هينجح عندك ولا كميته هتركب معاك. هو زي ما بنقول كده في الدوري الانجليزي كان بيقول بريمير ليج بروفن، اللي هو اللعيب ده نجح في البريمير. احنا الزمالك بروفن بقى، هو لعيب خلاص نجح عندك وانت عارف قدراته. فدي نقطه كنت حابب ايه اتكلم عنها سريعا، فاهم يا جماعه؟ حافظوا على زيزو، فاهم؟ لان زيزو هو اللعيب اللي في السنين الجايه المفروض يشيل الزمالك على كتافه ويجري بيه، لان ده يعني زي ما بيقولوا واجهه المشروع بتاعنا. بالظبط صح جدا. نيجي بقى لأزمة كبرى اللي حصلت وأزمة التحكيم، ماشي؟ والكلام عليه بقى يعني الكلام بعد التحكيم ان انت بقى ايه يطلع بعد الهبل اللي حصل ده يقول لك المباراة دي الزمالك خلاص الزمالك كده يعني احتواء حصل احتواء للزمالك. انا بسمع الجملة يا جماعه انتوا كنتوا معانا تتفرجوا على الماتش يعني انا مش فاهم والله. يعني انا فعلا انا بيوصل بقى الحال اللي هو انا حاسس احنا في مكان والله يعني قمه يعني ما فيش ظلم ولا كذب ولا بيبوظوا الدوري. يعني انا والله العظيم بحب جدا الدوري المصري يعني برغم ان الناس بتقعد تهزر وتعمل والمقدمه بتاعتي امتع والاجمل ومش عارف ايه في الفيديو، لكن انا بتكلم بامانه. الناس انا بحب الدوري ده، لكن الفكره كلها ان اللي بيحصل من الاعلام ومن الناس اللي بتتعامل مع الموقف ده بتبوظ الدوري. يعني انت مش عايز منافسه خلاص ما نلعبش. يعني انت لو مش عايز منافسه بالظبط. اصل لو ما فيش منافسه يبقى انت نفسك اي بطوله بتاخدها مالهاش قيمه. يعني انت لو عايز ان انت الفريق الوحيد اللي في القاره، وكل الفرق الثانيه ولاد 60 في 70، طب انت فرحان انك بتكسبهم؟ مش فاهم. انت فرحان في انك بتكسب فرق ولاد 60 في 70 يعني مش فاهم. انت دلوقتي انت بتتكلمنا عن التحكيم، فبتكلمني ان انا متجامل ومحتوى يعني ان انا راجل احتواء. مش فاهم ايه الكلمه دي اصلا، مش فاهمها بس ماشي يعني ما علينا. ان انا راجل التحكيم مساعدني وحاسب عليا ضربتين جزاء. طب يعني ده بعيدا عن اي حاجه. يعني انت لو قلت له واحد بيهزر يعني انت واحد ما اتفرجش على الماتش قلت له
فريد ده بيتجامل تحكيميا، بس فريد اتحسب عليه ضربتين جزاء. لو بتجامل تيجي ازاي يعني؟ عقلهم كان حتى طالما انا بتجامل، طب ما كانش يحسبهم بقى بالظبط. يعني يعني هو لو عايز يجاملني هيخليني متعادل للدقيقه 96 ليه؟ مش فاهم يعني ايه المنطق اصلا يعني. فبتتكلم مع ناس مفيش لغه منطق اصلا يعني، مش فاهم. طب بعيدا عن كده يعني انا هتكلم عن رايي في حالات التحكيم دلوقتي يعني. ماشي، بتتكلمنا عن التحكيم. طب يعني انت الكره الاولى اصلا ضربه الجزاء اللي هي اتحسبت للبنك الاهلي دي كره ما فيش في اي هات اي دوري. بصراحه ممكن تتحسب. انا بقول انا هتكلم دلوقتي. بص الكره دي في اي دوري في الكوكب بره الهبل اللي احنا بنلعبه ده مستحيل تتحسب يعني، مستحيل يعني. فاهم اللي هو انت واحد بيحسس عليك تقول لي بيلن ده وراح لاخر الملعب اصلا يعني هي بصراحه هي في الدوري الانجليزي دي مستحيله يعني مستحيله تتحسب دي مثلا، مستحيل تتشاف اصلا. بس في مصر بصراحه تتحسب. في مصر بيحسبوا الحاجات زي كده، بيحسبوا الحاجات دي جميل جدا. انا يا عم ماشي، عارف انت اللي هو ماشي، بس في النهايه فيها ايه؟ كميه جدل كبير. طب هو لو بيحتوي الزمالك ومش عارف ايه ومش عارف هيحسبها ازاي يعني بالمنطق دي اصلا؟ والله العظيم فيها شك يعني، مش ما فيهاش شك فيها يعني. انا لو بحكم مستحيل احسبها يعني، ما تحسبش بجد، ده لمسه فاهم. بعيدا عن الخطا اللي هو عمله ان هو يعني بنتايج احنا قلنا ان هو اجريسيف جدا بعيدا عن كده، بس الكوره اصلا ما بتاعش حسب. طب الكوره الثانيه دي بقى دي كارثه. دي كمان يعني انا مش فاهم. دي احنا هنعرضها دلوقتي كده على الشاشه فيديو كان حد مصوره من الملعب يعني. الراجل عواد طلع طبيعي فرد ايده فاهم، لما حس ان الكره بعيد عنه لم ايده تاني تحت جسمه، خلاص ايده كلها تحت جسمه، الراجل قام داس على ايديه فاهم يعني. بيلن بيحتوي الزمالك عارف يعني انا مستغرب جدا دي ازاي اتحسبت وفي فار بالظبط. الفكره بقى كلها ايه يعني؟ انا بالنسبه لي الهاله الاعلاميه اللي حاصله دي احنا في زمن، بس انا هكمل اخر حاله برضو حالتين عشان اول اخر الحاله اللي هي الاعلان الجديد دي انا مش فاهم اصلا هي الاعلان الجديد دي. انا بجد والله انا ما اعرفش، جايز انت يكون عندك راي مختلف وده متقبله جدا، بس انا والله العظيم 3 مش عشان زملكاوي ولا عشان حاجه. البيلم بتاعنا هو لا انا شايف ضربه جزاء. انا شايف ضربه جزاء. ليه ضربه جزاء 100% يا جماعه؟ هقول رايي في الموضوع بصفه عادة في اي فرقه ثانيه هقولها برضو كده. ليه ضربه جزاء؟ ان الراجل قبل لما يلتحم معاه اصلا، قبل ما يلتحم معاه منسي اصلا الكره في الهواء، والراجل الثاني قام عامل ايه؟ حط يعني نيمار قام عامل مغير جسمه ووضع جسمه عشان يمنع منسي انه يوصل الكوره خلاص. فاول ما غير جسمه خبط دي مش وضع طبيعي دي كده، دي مش جنبه ولا دي بالظبط ولا في مسافه قريبه، لا ده هو قاصد ان هو يمنعه يوصل الكوره وكده. فهي تمت قبل ما الراجل يلتحم عليه. والنقطه الثانيه ما تقوليش بقى اصل هو شايفه من بعيد فبيلم يا عم احنا هنعمل موقف سينمائي. وبعدين هو انت لما بيبقى في اشتراك على الكوره واللعيب رفع رجله بالظبط دي دينجرس بلاي بالظبط. احنا مفيش اشتراك على الراجل جاي من اخر الدنيا رفع رجله ما لمسوش فاهم يعني كده. مثلا الكنترول بتاع زين الدين زيدان الشهير ده اللي هو في ماتش بايرن ده يتحسب فاول بقى اللي هو رافع رجله بيستلم الكوره وجنبه ليزارازو، ممكن نعرض الصوره كمان دلوقتي فاهم. دي يتحسب فاول بقى فاهم. كرة غريبة جدا. ولا وكرة برضو بيلن اللي المفروض تحسب لينا اصلا في اول ماتش حسام دي بقى يعني دي بقى مش اللي هي مثلا بيلمسوا في بتاع البنتايك اللي هو بيلمسوا بس كده قام حسب لك ضربة جزاء. الثاني حضنه اصلا وما خلاش ينط، وقع حسام عبد المجيد فاهم في مكانه فاهم، ما راحش للكوره يعني فاهم. طب يا جماعه ازاي يا جماعه ازاي؟ والاهلي بينزل بيان. لا والفكره الاهلي بينزل لك بيان. الموضوع كله يا جماعه بجد اللي انا بالنسبه لي احنا عايشين في زمن الترند. يعني انت مش مهم الحقيقه فين، انت اعمل هاله والراي واعمل بيه هاله كبيره قوي وخلي ناس كتير تردده فالناس كلها تقتنع ان هو ده الراي. والله انت دلوقتي خلي ليك اذرع اعلاميه في كل القنوات يعني. خلي عندك مثلا في MBC مصر سيد عبد الحفيظ بيطلع تمام، قناه النهار ابراهيم سعيد عامل برنامج هو ورضا العزب، برنامج تقريبا لو على قناه الاهلي مش هيبقى كده فاهم. اسامه حسني مثلا بقى يطلع على MBC مصر هو اصلا بيطلع على قناه الاهلي وبتاع فاهم. كل الناس دي اعملوا هاله كبيره غير اللجان اللي على تويتر والحاجات دي، اعملوا هاله قولوا ان الزمالك استفاد من التحكيم. بين ليه الهدف؟ لا والبيان واعمل بيان برضه ليه الهدف مش كده. الهدف ان انت ماتش سموحه الجاي يحصل فيه كارثه تحكيميه تخسر الزمالك نقط. ليه؟ لان الحكم اللي نازل بقى شاف ده وسمع ده، فانت نازل
في دماغك ان الزمالك اتجامل، لا ده انا عايز اعوض بقى الكلام ده، فاهم؟ ما حدش يتكلم عنه. محدش يتكلم بالظبط، فاهم؟ فدي الفكره، انت زمن الترند، مش مهم الحقيقه فين، انت اعمل هاله اعلاميه على الحاجه اللي انت عايزها، فاهم؟ عشان تتحقق. تمام. هل مثلا احنا الناحيه الثانيه اعلام الزمالك اللي هو الضعيف جدا، تمام، ضعيف جدا، وقناه الزمالك ضعيفه جدا، فاهم؟ انا بقول لك قناه الزمالك حاليا من اسوأ ما يكون، وانا امبارح يعني انا بطالب ان خالد الغندور يرجع قناه الزمالك، لان ده من رغم اختلافي معاه في حاجات، بس هو كان راجل بيعرف ان هو ازاي يتعامل في المواضيع دي، كان بيتكلم عن التحكيم كتير، اكتر واحد كان بيتكلم عن التحكيم ويجيب لك حالات مشابهه وبتاع، ويقول لك الحاله دي. امبارح على فكره في برنامجه اتكلم عن الموضوع بتاع ماتش الزمالك والبنك الاهلي، وجاب لقطه لامين عمر في ماتش المقاولين، وقال ما ده حصل ساعتها ليه ما حدش اتكلم والكلام ده، فاهم؟ هل مثلا بقى مثلا الاهلي كان بيلعب سيراميكا في سيمي فاينال السوبر، اكرم توفيق كان عنده انذار، فاهم؟ في كوره اكرم توفيق عامل ايديه كده واتحسب عليه هاند بول، الحكم ما ادالوش انذار تاني، تمام؟ حد من اعلامنا عمل هاله عن بالظبط. محدش اتكلم، تمام. اللي بقول لك برضو زمن الترند وزمن التدليس، ان انت تدلس اي حقيقه عشان انت عايز حاجه ثانيه. احمد شوبير مثلا طلع اتكلم قال لك ضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك الاخيره، تمام، غلط يا عم، ماشي، انا وجهه نظرك انها غلط، تمام. بعد كده بقى عشان ما يقولش الزمالك اتحسب عليه ضربات جزاء غلط، يقول لك ايه، ضربتين جزاء البنك الاهلي في ناس اتفقوا واختلفوا عليها، ماليش دعوه، انا ليا دعوه باللقطه اللي حسمت الماتش. هو ده بقى التدليس اللي بقول لك عليه، فاهم؟ ان انت ما تقولش الحقيقه، فاهم؟ فاحنا للاسف عايشين في الزمن المفروض اطلع اقول عادي، فاهم؟ عادي، دي كوره يا جماعه، اصل انا مش هكذب ولا هاخد ذنب عشان كوره، لان دي حاجه، التدليس والكذب دي على حاجه على فكره كبيره، يعني في احاديث للنبي عن الموضوع ده، فاهم؟ مش عايز احسس الناس ان احنا في برنامج ديني يعني، وممكن اقول لك احاديث دلوقتي، فاهم؟ بس انا مش هرتكب ذنب عشان كوره، لان انا في النهايه هتدفن في قبري، فاهم؟ بعملي، مش هتدفن معايا 44 دوري في القبر، مش هينزل معايا 12 دوري، فاهم؟ مش في قبري مش هيبقى معايا الكلام ده. فانا مش يعني الموضوع يا جماعه ما يستاهلش كده، دي كوره، فاهم؟ بس يعني ده اللي انا يعني، واتمنى ان قناه الزمالك الفتره الجايه بجد لازم القناه تبقى اقوى من كده، لان القناه كانها مش موجوده، البرنامج الرئيسي كانه مش موجود، لازم اسم كبير يرجع القناه، مع احترامي للناس اللي فيها عشان مش عايزين برضو الناس ليها قيمتها، كابتن محمد صبري وعبد الحليم علي والناس دي، بس دي ناس بتتكلم فني اكتر، احنا عايزين حد اللي هو زي خالد الغندور. كان سمعت كلام ان ميدو كان هيبقى موجود في قناه الزمالك، بس ما اعرفش، اتمنى، بس بعد كده ميدو طلع قال لا، هعمل. وانا في رايي مثلا في ناس، يعني انا شايف حتى لو انت عايز تعمل قناه، يعني في قناه زود الناس اللي على السوشيال ميديا، بالظبط، الزمالك كان بجد برنامج قوي فن قوي وهندسه بتاع الدكتور محمد خليفه واحمد عطا كان ممتاز، جدا. حاجات اللي زي كده زودها، لان يعني فعلا الزمالك قوته الحقيقيه من وجهه نظري في جماهيره، ودي الاقوى اكتر من بصراحه رموزه من وجهه نظري. فانت لازم تشوف مين الناس اللي هم اقوياء جدا في السوشيال ميديا او الزمالك، وتبقى على علاقه بيهم وتطلعهم، لان هم دول فعلا هم اللي دفعوا. يعني انا في رايي مفيش واحد، اقوى واحد فعلا قدر يقف قدام الاهلاويه دول، وقدر يقف قدام التدليس اللي بيحصل ده، عفيفي. بص، ماستر كلاس بصراحه بيقدمها، اللي هو راجل يقعدوا يهروا حاولوا يردوا عليه بكل السبل ويعملوا عليه كل حاجه ويشتموه ومش عارف، راجل واقف في مكانه، وانا تك 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 وبتكلم وبتاع، وانتوا حرقوا مقطع، يطلع يتكلم يحرقوا مقطع، فاهم؟ فهو بصراحه انت دول قوتك الحقيقيه، فاعتمد عليهم، زودهم في الاعلام واعرضهم اكتر. يعني احمد عطا، دكتور خليفه، يعني الناس دي بصراحه قويه. في ناس زي مهند، في ناس كتير بصراحه. طبعا يعني في كتيبه كبيره قوي للزمالك يعني، فاهم؟ حتى طبعا في ناس ما بتحبش، بس في يعني الناس دي مثلا اظهرها في القناه، وخليها حتى تتكلم واعمل معاها انتراكشن على قناه الزمالك. مستحيل الناس دي ترفض انها تظهر على قناه النادي. قناه النادي بالذات مستحيل. في ناس منهم اصلا يعني هم اصلا بيطلعوا على القنوات، يعني بيطلعوا على اون سبورت، بيطلعوا على كذا قناه يعني، دكتور محمد خليفه واحمد بيطلعوا. انا سمعت دكتور خليفه اتكلم في حته ان هو القناه اصلا يعني مش بيتحكم فيها مين الاداره، يعني الاداره مش هي او الناس المسؤوله عن مثلا هي اللي بتتحكم في القناه بس، لا ده في حاجات خارجيه بتتحكم في اللي بيتقال واللي ما بيتقالش واللي بيظهر. حتى لو كده بصراحه هي في النهايه قناه الزمالك، فحاول يعني قرب الحقيقه،
فاهم يعني قرب للحقيقه، فاهم، لان ما فيش حد تاني يدافع عنها. والسوشيال ميديا مش كفايه انها ترد على الاعلام، لان في مصر ستيل يعني في العالم بره وكل حته ان السوشيال ميديا الظهير الاقوى، لكن في مصر لا، ستيل الميديا قويه جدا. الميديا والاعلام اللي هو المرئي والمسموع في القنوات ستيل اقوى او بيناطح بشكل اكبر من السوشيال ميديا في رايي. فده نامله، وهنا نوصل نوصل للنهايه. نوصل للنهايه، ويا رب نكمل على كده ان شاء الله. ويعني 3 بونت تانيين باذن الله يا رب يعني. ماتش برضه بس الماتش صعب قوي من غير زيزو، هيبقى مش ما موجود. في بقيت ربنا يستر. يعني بصراحه نامل ان الصفقات تبدا تضيف الصراحه. بس هو أكتر برضه في لازم الماتشين. نبقى عارفين ان احنا برضه احنا مش مرشحين للدوري، يعني دي لازم الجماهير تحطها في لا هو انا في رايي الزمالك المرشح الدوري مش الاول. ليه؟ مش الاول. لا مرشح ان هو الدوري، لا مش لا مش لا، المرشح أنت الاول، عندكش بس هو الزمالك داخل انت كامكانيات، انت لازم تلعب كمنطق وامكانيات، هم ما فيش حد تاني. بالظبط. هو ده اللي انا اقول، انت لازم تلعب على الدوري. انت الزمالك بالظبط. بس انت لازم تبقى عارف ان هو يعني زي المواسم اللي انت كسبت فيها الدوري، انت جيت من بعيد، فاهم؟ انت هو تحدي بالظبط. هو مش المنطق لان تحدي. احنا سكوادنا قليل جدا، فاحنا برضو الدوري ماراثون، فاهم؟ انت محتاج سكواد، انت ما عندكش بدايل، فدي مشكله. ولكن في النهايه نتمنى ان احنا بس نكسب سموحه، بعد كده بعدها في توقف، يعني نشوف هيحصل فيه ان شاء الله. اللعيبه عندي حاجه اخيره عايز اوجه بقى هنا للكاميرا، ان انا عايز اتكلم فيها حد معين عمرها ما هتوصل له، بس هي حد معين نفسي اتكلم معاه فيها بصراحه، او اشوفه فيها واتكلم معاه. شيكابالا. ماشي. ايه يا شيكابالا، انا يعني طبعا يعني مع اي حد يعرفني يعرف ان انا مجنون شيكابالا، عمري ما قابلته بس انا اعتقد انا عمري 29 سنه، اعتقد ان انا لو شفت شيكابالا ابقى طفل، يعني اللي هو انا ممكن اروح اجري واحضنه حرفيا. اللي هو اللعيب بالنسبه لي اللي هو مقدس لدرجه كبيره جدا، اللي هو حبيبي جدا، يعني اللي هو مش كده بس. انا الرساله اللي بوجهها لشيكابالا هي رساله خاصه مني انا، مالهاش علاقه بيه بشريف ولا اي حاجه. هو ممكن يكون يعني هي رساله مني بس كده لشيكابالا، ان انا عايزه يعني لو انت زي ما انت اعلنت ان هو ده الموسم الاخير ليك، ده الموسم الاخير ليك في الكوره، وانت كده اخرج من الباب الكبير. ازاي تخرج من الباب الكبير؟ انك تبين للناس دي والناس كل اي واحد هاجمك، ومنهم انا هاجمتك، ومنهم الناس التانية هاجمتك وشافتك كذا وزعلانه منك لسه وهكذا، ان انت لا انا شيكابالا وانا هقدر ارجع، وانا كده التحدي اللي انت بتحاول دايما ايه اللي هو ما بتحطوش في حساباتك قوي، اللي هو انا اتحدى الناس اللي معايا اللي حواليا، ان انا اتحدى ظروفي، اتحدى المنطق. انت عملته زمان لكن انا عايزك تحييه تاني، اللي هو تتحدى المنطق. يعني ايه؟ تتحدى فكره ان انت اللي هو اللاعب اللي هو ان انا يعني قشطه وان انا بحب الناس كلها، لا ما تحبش الناس كلها، يعني خليك عندك الكراهيه شويه، ان انت تبقى اكتر اجريسيف، ان انت تبقى لاعب كوره اللي هو انا عايز اعمل حاجه اسم شيكابالا قبل ما امشي من الكوره اقول للناس دي سلام عليكم، لا انا اقول للناس دي سلام عليكم وانا عامل كل حاجه في الكوكب، انا بلعب وبأدي وبروح التمرين بشتغل كاني ناشئ، بس انا بوصل وهوصل وهروح واعمل اداء غير عادي واحاول افنش الموسم كويس، مش بس على المستوى الفردي، لا واخد مع الزمالك بطوله ان شاء الله الدوري، واحط في اللعيبه وازرع في اللعيبه الحته دي، وان لازم تفنش بطوله. فموت نفسك للغرض ده. طبعا عارف الرساله مش هتوصلك، بس هي احلامي يعني بقولها في البتاع دي، ان انت تخرج من الباب الكبير فعلا. بس طيب في نهاية الحلقة أنا بس في حاجتين عايز أقولهم. أول حاجة إن إحنا في حاجات كتير نفسنا جدا نعملها هنا في البرنامج، بس إحنا ممكن نكون ما بنلحقش، عشان الناس برضو تقول لك إحنا ما بنتكلمش ليه على برشلونة، ما بنتكلمش ليه عن ريال مدريد، عن الحاجات دي. إحنا للأسف لسه بنبدأ، والإمكانيات برضو بتاعتنا كلنا لسه بنتعلم. فالفكره ان احنا ممكن ما نكون ما لحقناش. احنا نفسنا كنا نعمل حلقه عن الكلاسيكو، ونفسنا كنا حتى نعمل حلقه محليه بعد ماتش السوبر اللي احنا خسرناه، مش عشان خسرنا ما كناش عايزين نعمل، فاهم؟ بس الفكره ان احنا ممكن نكون ما بنلحقش، بناخد وقت في ان احنا نيديت، بناخد وقت ان احنا نحضر الكونتنت. دي حاجه لازم الناس تحطها في دماغها. حاجه تانية ان احنا محليا لما بنيجي نتكلم، هو بصراحه القناه هنا قناه زملكاويه يعني بصراحه،
فاحنا على المستوى المحلي محدش ينتظر مننا ان احنا نبقى محايدين يعني. بالظبط، مفيش حاجه اسمها كده. يعني محدش ينتظر مننا ليه ما بتتكلموش عن الاهلي ليه، فاهم؟ فدي نقطتين كنت حابب اوضحهم. وفي نهايه الحلقه يا ريت شير، سبسكرايب ولايك، وفي النهايه سلام.